مظاهر احتفالية بهيجة وعادات متوارثة أبا عن جد، حيث ينطلق السكان بقصائد ومدائح نبوية يجوبون أحياء المنطقة وصولا للمقبرة. على عظمة الإسلام وعلى عظمة الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم. سعادتنا سعادة فياضة جياشة حقيقة، من أجل أن نحيي هذه المناسبة لا من أجل شيء وإنما من أجل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هي عادات وتقاليد أصيلة يحتفل بها سكان قصر المنصور، وهي فرصة للالتقاء والتسامح ونبذ الفرقة. تلتقي الوفود الثلاثة من القصور كلها، هنا يلتقون يتغافرون يتسامحون، وهي فرصة للاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم من حيث التغافر والتسامح والتآخي. كذلك هي فرصة لتقديم الوجبات من كل البيوت حيث تصنع الأمهات، هناك من يصنع الطعام، هناك من يصنع الخبز. المهم الأكلات التقليدية كلها. يلتقي كل سكان منطقة بودا الجنوبية في هذا اليوم من أجل التآزر والتراحم على أرواح الموتى، وكذلك يحتفلون بالمولد النبوي الشريف من خلال قراءة البردة. الاحتفالات بعيد المولد النبوي الشريف هنا تزرع الفرحة وعادات متوارثة عند أهالي المنطقة.